مش عيب على فكره، مش عيب. ما انا ده قصدي، انا قصدي ايه؟ ان الاتحاد المغربي قوي، بس اللائحه بتقول ايه والقانون بيمشي اللوائح بيقول ايه؟ ان النادي الاهلي حاليا بقى من حقه رسميا ان طب انت بتقول الرجاء داخل وبيناوش ومن حقه، لو كان الزمالك مكان الاهلي كنت هتقول الرجاء داخل وبيناوش ومن حقه؟ طبعا. اي حد انا قلت لك ايه؟ قولا واحدا النادي الاهلي هيشارك، وانا ببارك لجمهوره هو على الهوا ان هو هيشترك في بطوله كاس العالم للانديه. ده بند يا مهيب. يعني انا مثلا لو الموقف عكس الزمالك كنت اقول لك لا، الزمالك هو الوصيف وهو اللي هيشارك. دي ما فيهاش انتماءات، دي قانون ولوائح هيمشي على كل الناس. لكن الرجاء عارف انت من حقه اللي بيضغط، لكن هي خلاص ما يعني الامر منتهي امبارح رسميا الحمد لله. وبارك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته ان النادي الاهلي هو الموجود في كاس العالم للانديه. الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه، واللي مش عاجبه يشرب من اي خراره. الله يبارك فيك يا حبيبي. ما علمته انه كان هناك ضروره لفكره المحافظه على لعيبه الاهلي ككل، وافشى في هذا الموضوع بشكل خاص من الناحيه المعنويه. هشرحها لك بطريقه تانية. اللي حصل امبارح، والتعقيب حصل امبارح، والاعلام اتكلم فيه امبارح. ركز في الكلمتين اللي بقولهم لك دول لوجه الله الكريم، مش عايز من وراهم حاجه. اللي حصل امبارح، ورد الفعل من كولر حصل امبارح، كان رد فعل قوي مساوي لما حدث. والاعلام عقب امبارح، في اللي اخد زاويه راح ان كولر غلطان، وفي اللي زي حالاتي شاف ان الامور بشكلها الطبيعي. كون ان كولر يعدي الموضوع كده ده ذكاء منه، يعديه في الملعب عشان ما يبقاش مشهد بقى يعني لا ما تلعبش، لا انا هلعب، لا ويبقى فيه قلق كده وبتاع. قال لك لا هي تتلعب، تخش ما تخشش نبقى نتحاسب بقى بعد كده. وفي تاني حد قال لك لا بقى انا شايف ان هو لا كولر هو كان يصر وبتاع، فده مشهد كان هيبقى مشهد يعني. ما علينا. فالقصه حصلت امبارح، والرد حصل امبارح، وكلها على بعضها حصلت، والاعلام حصل امبارح. خلاص اللي فات ننساه، ننسى كل اساه. خلينا نركز في اللي جاي بقى ان شاء الله باذن الله. وده مفارقه هنفرتك الفراتيك.